أنا في سامراء جاني شخص قال أنا من أهل جميلة، عندنا سيارات كبار وعندنا بها سواق. جاني سايق سولفه في محفل في حرم الإمامين العسكريين اللي وجماعة قاعدين. سايق من سواقنا قال أريد إجازة. قلنا له خير. قال أبوي توفى. يقول انطينا اجازه، راح ثاني يوم اجى او يوم ثالث اجى، بس اجى ما عليه اثار الحزن وكذا. خير. قال ابوي من القبر وعدل. عجيب شو القضيه؟ قال اي والله. بعد شيعنا وحفرنا القبر ونزلناه في قبره. اصغوا اسمعوا ايها الناس بكل مكان، هذه قضيه مو طيف ولا كهانه ولا تنجيم ولا كلام فارغ، هذا الشيء واقع، هكذا حدث، هكذا جرى. يقول لما حفرنا له ونزلناه بالقبر، الحفار يقول أشر الأخوي الكبير بإيده، نزل الكلام، قال له هذا أبوك عدل مو ميت، لأن الآن دا يتنفس والنوب حكى وياي، فيظهر سكتة وبعدين خلصان منها. وبس نقول هذا عدل، راح الناس تشيت علينا وتهيل الترهب كله علينا ونموت انا وياه. بس اريد منك تسوي حركة، وهي تصعد وتقول يا جماعة انا ابوي وصاني ووصية الميت لازم تنفذ، وهو انه قال ساعة اللي تردون تدفنوني ما اريد واحد من المشيعين يظل واقف، كلهم يرجعون، واريد بس اولادي يذبون علي التراب فقط. يقول طلع قال لهم الشكل، قسم راحوا وقسم ظلوا. يقول اذا الظل قمنا ندفعه. يقول حصل ما بقي الا احنا. يقول رحنا للبيت جبنا له ملابس ولبس وطلعناه، وصارت الفاتحه مكان فرح وسرور ووسات واستقبال يعني وضرت الناس، وصار عندنا فرح بدال الحزن وبدال الفاتحه. وهذا يقول له فلان طلع من قبره، مو يجيك الواقع. يقول بالليل وقت العشاء قال انا اريد منكم باكر تودوني للموصل. ايش عندك بالموصل؟ هاي طبعا انقل هذا كما سمعتها. قال ايش عندك بالموصل؟ قال ما يودوني للموصل ما عليكم. يقولوا فعلا رحنا الموصل في اليوم الثاني. قال سألوا لي على واحد مسيحي اسمه توماس، سألوا وجابوا توماس. قال له انت توماس فلان ابن فلان؟ قال له نعم انا. قال له انا حملت امانه، قال له انا متت ودفنوني وبالقبر اجاني الحسين عليه السلام، قال لي انت ترجع للدنيا بس اوصيك هالوصيه، تروح الى الموصل اكو واحد اسمه توماس مسيحي، قل له يقول الحسين انت معي ومن انصاري وتحشر في زمرتي يا توماس. اسمعوا هذا كلام احكيه الان، عقليات شتى تسمع كلامي، وين تحطها حطها، بس اني هذه من معتقداتي وهكذا هي. ملتفت حبيبي؟ قال له يا توماس هذا الحسين هيك وصل. لما سمع توماس قام يبكي. قال له عجيب حتى هاي ما يضيعها ابو علي. قال له حتى هاي شنو قضيه؟ قال له انا رجل صاحب خير، يمي شيعي يسوي قرايه، يسوي ليله عاشوراء، يجيب في الذبيحه او ذبيحتين يذبحهن ويسوي هريس ليله عاشوراء، والصبح يوزع على الوادم. وانا من جمله الناس اللي يجون يوقفون بالدور وبيده جدره ياخذ شويه للبركه ونتلذذ بهذا الطعام. هاي السنه ما شفت عنده حركه. سالته قلت له انت بمحرم قبل الحشره ب3 ايام 4 ايام تحوس تجيب الغنم تجيب كذا تسوي ترتب قدور، شو هالمره ما عندك حركه؟ قال والله يا فلان بهالمره ايدي خاليه ما عندي، وانا بعد شو اسوي؟ والحسين يعذرني والله كريم ابو السجاد ما يقطع بيه. يقول انا ليله 8 من محرم
راح جبت له ثورين وغرفان 2 وجبت الثمن وجميع ما يلزم من هذا المصرف، وخليته في بيته، وبيته بلا باب. هو الصبح قاعد شاف القضية، ليلة عاشوراء سوى طبخ مضاعف، فالشيء عجيب غريب. يقول أنا هم الصبح جيت على رسلي هم آخذ على العادة، لازم دور. وصلت يمه قلت له ما شاء الله بهالمرة يعني وين نسوي طبخ وين نسوي أكل، هنيئا إليك يا فلان. قال والله ما أدري، هاي الحسين وداها إلي، جيت بالبيت لقيت الصبح أنا هاي الأمور كلها موجودة، ووداها الحسين. شوف يا مؤمن الحسين اختاره وقال له ودي لهذا وساعده. يقول أنا سكتت وما قلت له أنا، وخليتها بقلبي، وغسل الإمام الحسين أظهرها. فإذا السلام عليك يا أبا عبد الله، وهذا معناه دلالة أنه محبة وولاية وخدمة الحسين تنفع أمثال توماس ومن ينسج على منواله. طبب هذا ترى وشوف الخير. فكيف إذا الإنسان المحسوب على ملاك أهل البيت مثل هذا بحقيقته أفضل من إنسان يقول أنا من شيعة أهل البيت وهاي الأمور ما يصرفها أو ما يعتقد بها أو هو ما يهتم بها. فإذا اهتموا بقضية الحسين وابذلوا من أجل الحسين. وبعدين هذا الرجل توماس قال لا دام الحسين موديني سلام بدي أروح أرد السلام عليه، أروح أزور أبا عبد الله ويمكن نتوفق. وصار في منهج أبي عبد الله سلام الله عليه. هذا ما يتعلق بخدمة الحسين، ابذل في الحسين سلام الله عليه.